أول يوم ليا في تجارة إنجليش كان عندي محاضرة لمادة الإيكونومي اللي هي مادة الاقتصاد، ولقيت الدكتور دخل وفضل يشرح محاضرة كانت ساعتين ونص. وعايز أقول لكم كل اللي فهمته منه في الساعتين ونص هما كلمتين: السلام عليكم وإزيكم يا شباب عاملين إيه؟ وباقي الساعتين ونص كانوا عبارة عن كلام إنجليش بس. وطبعا أنا ما كنتش متعود على كده لأني كنت مدارس حكومي، وساعتها قلت لنفسي إني مش هكمل في الكلية دي. الكلية دي عايزة ناس يا تعليم خاص يا تعليم أجنبي، وأنا مش هعرف أنجح فيها. وطلعت من المحاضرة كنت محبط جدا جدا. لكن لما روحت كده وهديت شوية، قلت لنفسي مش بعد تعب سنين الدراسة والثانوية العامة هضيع كل ده في لحظة. فبقيت بصبر في نفسي وبدأت أحضر المحاضرات وأنا مش فاهم الكلام قوي بس بحضر، وبقيت أروح أفضل أترجم الكلام بتاع المحاضرة كلمة كلمة. والمفاجأة إن بعد فترة بسيطة بقت المصطلحات الإنجليش سهلة بالنسبة لي، عشان كنت خلاص بقيت متعود عليها. هما كام مصطلح بيتكرروا في المحاضرات وبقيت عارفهم، وكمان بقيت بعرف أذاكر من غير ترجمة. ده مش بس كده، ده المفاجأة الأكبر إني ما بقيتش بفهم من أي دكتور لو قال مصطلحات بالعربي. ودي مش تناكة ولا حاجة، ولما تدخلوا الكلية هتعرفوا كلامي ده كويس جدا. بس عشان أنا مش عايزك تحبط زيي في الأول وتحس إن الإنجليش عقبة كبيرة في الكلية بالنسبة لك، أنا عامل لك فيديو النهاردة عشان أعرفك على أهم الترمينولوجيز أو المصطلحات اللي هتستخدمها وتدرسها في الكلية. فلو لسه ما اشتركتش في القناة دوس لايك وسبسكرايب ويلا بينا نبدأ. في البداية كده أنا حابب أعرفك على مصطلحات مادة الأكاونتنج أو المحاسبة. ولو أنت أول مرة تشوفنا وما تعرفش أسامي المواد وإيه هي المواد اللي هتدرسها في تجارة إنجليش، هسيب لك فيديو كنت بتكلم فيه عن مواد تجارة إنجليش اللي هتدرسها خلال الأربع سنين. هسيب لك لينك الفيديو في الديسكريبشن، بص عليه واعرف المواد اللي هتدرسها وأساميها. ويلا بينا نبدأ. أول حاجة لازم نعرفها إن أي شركة بيكون ليها مصروفات، ودي بنسميها expenses. بيبقى ليها ربح اللي هو الريفينيو. والاكسبنسز دي ممكن تكون accurate expenses. accurate expenses يعني مصاريف مستحقة. يعني ايه accurate expenses او مصاريف مستحقة؟ يعني هنا لازم الشركة تدفع المصاريف دي عشان خلاص ميعادها استحق. او ممكن تكون نوع تاني من المصروفات اسمه prepaid expenses. prepaid expenses يعني مصروفات مدفوعة مقدما. يعني الشركة هنا عايزة تدفع مثلا الإيجار بتاع المصنع، فبتدفعه خلال 3 شهور جايين. فمعنى كده إن الشركة دفعت مصروف الإيجار عن 3 شهور قدام، يعني دفعته مقدما. فدي بنسميها prepaid expenses. أما الريفينيو اللي قلنا عليها معناها الربح، الريفينيو ده فيه منه نوعين، وده بيتحقق امتى؟ لما الشركة بتعمل سيل لمنتج معين. يعني الشركة لما تيجي تبيع وتعمل سيلز، الفلوس اللي بتجيلها من السيلز دي بنسميها ريفينيو. يعني مثلا لو الشركة باعت منتج بسعر $100، ال $100 دي اسمها الريفينيو. والريفينيو برضو في منه نوعين. اول نوع اسمه الاكيوريت ريفينيو. والاكيوريت ريفينيو يعني ارباح مستحقة. يعني ايه ارباح مستحقة؟ يعني دي ارباح وجب ميعاد تحصيلها. والنوع التاني من الريفينيو اسمه unearned revenue. unearned revenue ودي معناها ان الشركة استلمت فلوس البضاعة بس لسه البضاعة عندها في الشركة ما طلعتهاش للعميل، فعشان كده بنسميها unearned revenue يعني أرباح غير مكتسبة. يبقى تاني، احنا النهاردة بنتكلم عن مصطلحات الاكاونتنج. فبنقول اول مصطلحين عندنا اسمهم الاكسبنسز والريفينيو. الاكسبنسز دي في منها نوعين: يا اما accurate expenses يعني مصاريف مستحقة، يعني هنا لازم الشركة تدفعها عشان وجب ميعاد استحقاق الدفع. او ممكن تكون نوع تاني من المصروفات اسمه prepaid expenses، ودي اتفقنا ان اسمها مصروفات مدفوعة مقدما. ودي معناها ان الشركة بتدفع مصروف معين قبل ميعاد استحقاقه، يعني بتدفعه مقدما. وزي ما خدنا مثال الايجار بتاع المصنع، الشركة بتدفعه لمدة 3 شهور قدام، يعني بتدفعه مقدما. فدي بنسميها prepaid expenses. اما المصطلح الثاني اللي قلنا عليه اسمه الريفينيو. والريفينيو يعني الربح. وعرفنا ان الشركة لما بتعمل عملية سيلز او لما بتبيع منتج مثلا ب $100، ال $100 دي بنسميها الريفينيو. ده الربح اللي الشركة بتحصله عند عملية البيع. وفي منه نوعين: أول نوع اسمه accurate revenue،
يعني أرباح مستحقة، ودي أرباح وجب معاك تحصيلها. والنوع التاني بنسميه unearned revenue. والاnearned revenue معناها إن الشركة استلمت فلوس البضاعة بس لسه ما طلعتهاش للعميل. طيب جميل جدا. الشركة هنا بقى بتسجل المصروفات والأرباح دي عندها عن طريق حاجة اسمها الجنرال ليدجر. الجنرال ليدجر ودي اسمها بالعربي دفتر الأستاذ العام. ودفتر الأستاذ العام ده اللي هو الجنرال ليدجر ده اللي بيتسجل فيه كل الترانزاكشن بتاعت الشركة، يعني بيتسجل فيه كل حركات الشركة، وكل الترانزاكشن دي بتكون عملية البيع والشراء، المصاريف اللي الشركة دفعتها والأرباح اللي حصلتها، كل حاجة بتتم جوه الشركة بتتسجل في الجنرال ليدجر. طب ليه بنسجلها في الجنرال ليدجر؟ عشان نعمل حاجة اسمها الفاينانشال ستيتمنتس. الفاينانشال ستيتمنتس اللي هي القوائم المالية، ودول 4 قوائم مالية مهمين جدا بتبين المركز المالي للشركة، وهم: 1 income statement اللي هي قائمة الدخل income statement، ودي بتبين للشركة الريفينيوز اللي حصلتها والاكسبنسز اللي دفعتها، عشان في نهاية القائمة ديت بيطلع لنا رقم يقول لنا الشركة دي حققت نت انكم ولا نت لوس، يعني حققت صافي ربح ولا صافي خسارة. وتاني قائمة معانا اسمها البالانس شيت. البالانس شيت اللي هي الميزانية العمومية، ودي قائمة بتجمع كل حاجة عن الشركة في نهاية السنة. وتالت قائمة معانا اسمها الكاش فلو ستيتمنت. الكاش فلو ستيتمنت اللي هي قائمة التدفقات النقدية، ودي بتوضح كل الكاش ان، يعني كل الفلوس الكاش اللي دخلت في حسابات الشركة، وبنشيل منه كل الكاش اوت، يعني كل الفلوس الكاش اللي طلعت من الشركة. ورابع واخر فاينانشال ستيتمنت هي اللي تشينج ان ايكويتي ستيتمنت. التشينج ان ايكويتي ستيتمنت اللي هي قائمة التغير في حقوق الملكية، وهنعرف كمان شوية يعني ايه حقوق الملكية. واللي هنقوله دلوقتي ده واحد من اشهر واهم الحاجات في الاكاونتنج، وهتفضل معلقة معاك في ذهنك تقريبا مدى الحياة، وهي المعادلة المحاسبية، الاكاونتنج ايكويشن. ايه هي المعادلة بتاعت المحاسبة او الاكاونتنج ايكويشن؟ دي معادلة بتقول ان الاسيتس equal liabilities plus owners equity. تاني، الاسيتس equal liabilities plus owners equity، يعني الاسيتس اللي هي الاصول، اللايبيليتيز اللي هي الخصوم او الالتزامات، الاونرز ايكويتي اللي هي حقوق الملكيه او حقوق المساهمين. طيب يعني ايه الاسيتس؟ الاسيتس او الاصول دي معناها كل ما تملكه الشركه، واللايبيليتيز اللي هي الخصوم او الالتزامات دي معناها كل الالتزامات اللي على الشركه، والاونرز ايكويتي دي حقوق ملاك الشركه او حقوق المساهمين في الشركه. طيب الاسيتس او الاصول دي في منها انواع. اول نوع اسمه الكارنت اسيت او الاصول المتداوله. والكارنت اسيت دي الاصول اللي ممكن تتحول لفلوس كاش خلال سنه واحده. زي ايه؟ زي الانفنتوري. الانفنتوري ده اللي هو المخزون، ده مخزون البضاعه جوه الشركه. وتاني نوع من الاسيت اسمه الفيكسد اسيت. الفيكسد اسيت اللي هي الاصول الثابته، ودي اصول طويله الاجل بتستخدمها الشركه في عمليه التشغيل لمده اكتر من سنه. والفيكسد اسيتس دي في منها انواع زي اللاندز اللي هي اراضي الشركه، والاكويبمنت المعدات اللي بتستخدمها الشركه، والماشينز المكن بتاع الشركه، والكارز اللي هي العربيات الخاصه بالشركه. كل دي بنسميها فيكسد اسيت، يعني اصول ثابته. وتالت نوع من الاسيتس اسمه الليكويد اسيت اللي هي الاصول السائله، ودي الاصول اللي ممكن الشركه تحولها لكاش او تسيلها لكاش خلال سنه. زي ايه؟ زي الانفنتوري اللي هو قلنا عليه المخزون، وزي حاجه اسمها البانك تشيكس او الشيكات او حساب ارصده البنك، وزي الاكاونت ريسيفبل. ايه الاكاونت ريسيفبل؟ دي حسابات العملاء. حسابات العملاء يعني الشركة هنا لما بتيجي تطلع بضاعة لعميل بتطلع له بضاعة مثلا ب1000 دولار، العميل دوت هيسدد ال1000 دولار خلال سنة، فأنا عشان الشركة تحفظ فلوسها عند العميل ده
بتسجل عندها في دفاترها انها ليها عند العميل اكس $1000. بتسجل ال $1000 ديت تحت بند ايه؟ بند اسمه الاكونت ريسيفبل، يعني دي الفلوس اللي احنا عايزين نحصلها من العميل اكس. ونيجي للجزء الثاني من المعادله اللي اسمه اللايبيليتيز، وعرفنا ان اللايبيليتيز يعني الخصوم او الالتزامات، ومعناها كل الالتزامات اللي على الشركه. واللايبيليتيز دي في منها نوعين: current liability يعني التزامات جاريه، ونون current liability يعني التزامات غير جاريه. والcurrent liability دي بنسميها short term liability يعني التزام قصير الاجل، وده التزام على الشركه او دين على الشركه لازم يتسد خلال سنه. والنون كارنت لايبيليتي اللي هي بنسميها لونج تيرم لايبيليتي يعني التزام طويل الاجل، يعني ده التزام او دين الشركه بتسده في مده اكتر من سنه. والكارنت لايبيليتي في منها انواع زي الاكونت بيبل اللي هي الحسابات الداينه. ايه الاكونت بيبل؟ ان الشركه لما تيجي تجيب بضاعه لنفسها بتاخد من المورد ده اسمه الاكونت بيبل، يعني دي فلوس المورد اللي الشركه لازم تدفعها بقى دين على الشركه. والنوع الثاني من الكارنت لايبيليتي اسمه الشورت تيرم لون، وده اللون او القرض اللي الشركه بتاخده من البنك في مده تكون خلال 2-3 يعني مده قصيره الاجل. ومنها تاني حاجه اسمها الاكوريت سالاريز. خلاص احنا عرفنا مصطلح اكوريت قلنا ان معناه مستحق، فالاكوريت سالاريز اللي هي الرواتب المستحقه. يبقى تاني الشركه عندها لايبيليتيز او التزامات، منها نوعين: يا اما current liability ودي short term liability، او non current liability يعني long term liability. وعرفنا ان من انواع الكارنت liability حاجه اسمها الاكونت بيبل، وحاجه اسمها الاكوريت سالاريز والشورت تيرم لون. وعرفنا الفرق ما بين الاكونت بيبل والاكونت ريسيفبل. الاكونت ريسيفبل ده حسابات العملاء، يعني دي فلوس الشركه عايزاها من العملاء. اما الاكونت بيبل اللي هي الحسابات الداينه او حسابات الموردين، دي فلوس على الشركه لازم تدفعها للموردين. وبالنسبه للنون كارنت لايبيليتي زي حاجه اسمها المورجج لون، التي هنا سايلنت، المورجج لون، وده قرض طويل الاجل على الشركه، يعني الشركه بتسد فيه على مدار 10 او 20 سنه. وتاني نوع من النون كارنت لايبيليتي حاجه اسمها البونز بيبل. البونز بيبل دي سندات مستحقه الدفع، وهنعرف بعدين يعني ايه المقصود بالسندات. واخيرا بقى نيجي للطرف الثالث من المعادله اللي سميناه الاونرز ايكويتي، ودي معناها حقوق الملكيه او حقوق المساهمين. ودي عباره عن ايه؟ دي عباره عن صافي قيمه الشركه بعد ما الشركه تدفع كل الالتزامات اللي عليها من اجمالي الاصول. يعني ايه؟ يعني احنا لو عكسنا المعادله هنقول الاونرز ايكويتي هتساوي الاسيتس ماينس اللايبيليتيز، هيطلع لنا رقم. الرقم ده معناه ايه؟ معناه دي الفلوس اللي هتتبقى لاصحاب الشركه والمساهمين فيها لو الشركه اعلنت افلاسها وسددت كل الالتزامات اللي عليها. دي كده نظره عامه على مصطلحات الاكاونتنج او ماده المحاسبه. عارفين بقى برنامج شارك تانك؟ اكيد شفتوه وشفتوا المصطلحات اللي المستثمرين واصحاب الاعمال بيستخدموها فيه. اهم المصطلحات دي انت بتدرسها وكمان بتعرف بتتحسب ازاي. زي ايه؟ زي الفيكسد كوست اللي هي التكلفه الثابته على الشركه، تكلفه الشركه كده كده هتدفعها. زي ايه؟ الرنت اللي هو الايجار، والسالري اللي هي مرتبات العاملين والموظفين، واليوتيليتيز اللي هي المرافق، الميه والكهرباء والغاز. وتاني حاجه الفاريبل كوست اللي هي تكلفه متغيره، ودي تكلفه بتتغير مع تغير حجم الانتاج. يبقى خدنا الفيكسد كوست قلنا دي تكلفه ثابته، والفاريبل كوست دي تكلفه متغيره بتتغير مع تغير حجم الانتاج. وخدنا مصطلح اسمه النت انكم والنت لوس، ده صافي الربح وصافي الخساره. وبعد كده معانا مصطلح اسمه الريتيرن اون ايكويتي اللي هو الار او اي، معناه بالعربي العائد على حقوق الملكيه، ودي بتكون برسنتج او نسبه بتوضح الشركه كسبت قد ايه من حصه المساهمين فيها. يعني شركه حديد عز مثلا
لما بتطرح اسهم في البورصه بيجي ناس بتشتري الاسهم دي وبيدوا لحديد عز فلوس الاسهم. حديد عز بتاخد الفلوس ديت وبتشغلها في السوق. الارباح اللي بتحققها دي اسمها الار او اي، يعني ده نسبه بتوضح الشركه بتاعت حديد عز كسبت قد ايه من حصه المساهمين او من فلوس المستثمرين جواها. وبعد كده في مصطلح مشهور جدا في شارك تانك كنا بنسمعه كتير اسمه الإيبيدا والإيبت والإي بي تي. الإيبيدا ده اختصار لإيرنينج بيفور انترست تاكس ديبريشيشن امورتايزيشن. تاني، earning before interest taxes depreciation amortization، يعني ده كل الربح اللي الشركة حققته قبل ما تدفع فايدة البنك على القروض اللي واخداها، وقبل ما تدفع ضرائب الحكومة اللي هي التاكسز، وقبل ما تدفع حاجة اسمها الديبريشيشن وليها نطق تاني اسمه الديبريسيشن، فبتنطقها يا ديبريشيشن يا ديبريسيشن. والديبريشيشن ده معناه الإهلاك. يعني إيه الإهلاك؟ يعني الشركة مثلا اشترت مكنة، المكنة دي عمرها الافتراضي 10 سنين، فخلال 10 سنين الشركة بتستخدم المكنة، فالمكنة ليها عمر افتراضي وبيحصل إهلاك للمكنة، يعني قيمتها في الإنتاج بتقل على مدار ال10 سنين. هو ده اسمه الديبريشيشن، يعني الإهلاك، إهلاك المكنة أو إهلاك المعدة. واخر مصطلح موجود اسمه الامورتايزيشن. الامورتايزيشن يعني الاستهلاك. فتاني، الإبدا معناها earning before interest taxes depreciation amortization، ومعناه ان ده كل اللي الشركه حققته من ارباح بس قبل ما تدفع الانترست بتاعت البنك يعني فايده البنك، وقبل ما تدفع التاكسز اللي هي الضرائب، وقبل ما تدفع الديبريشيشن اللي هو الاهلاك او مصروف الاهلاك على المكن والمعدات، وقبل ما تدفع حاجه اسمها الامورتايزيشن اللي هو الاستهلاك. وكل الكلام ده هنعرفه وهنعرف بيتحسب ازاي اصلا. طب احنا كده عرفنا ايه معنى الايبت ده. ايه هي الايبت؟ الايبت معناها الايرنينج بيفور انترست اند تاكس. يعني هنا في الايبت ده الشركه دفعت الديبريشيشن وخصمت الامورتايزيشن، فبيبقى لها حاجه اسمها الايبت اللي هو الايرنينج بيفور الانترست اند تاكسز. يعني كده ده كل اللي الشركه حققته من ارباح قبل ما تدفع الانترست بتاعت البنك او فايده البنك والتاكسز اللي هي الضرائب. طيب لو الشركه دفعت الانترست بتاعت البنك او فايده البنك هيبقى اخر مصطلح معانا اللي هو الايرنينج بيفور تاكس، يبقى ده كل اللي الشركه حققته من ارباح قبل ما تدفع الضرائب. ونيجي لمصطلح تاني مشهور جدا في البرنامج بتاع شارك تانك، واحنا هنعرف ازاي بنحسبه اصلا في الاكاونتنج، حاجه اسمها الكوجز. الكوجز وده اختصار للكوست اوف جود سولد، ودي معناها تكلفه البضاعه المباعه، يعني دي تكلفه البضاعه اللي الشركه بتبيعها. ودي كده اهم المصطلحات في ماده الاكاونتنج او ماده المحاسبه. مش عايزكم تحسوا ان الدنيا صعبه، بالعكس الدنيا لذيذه جدا في ماده الاكاونتنج. انا بس بعرفك على اهم المصطلحات عشان تبقى عارفها وتسهل عليك في الكليه، وما تدخلش الكليه وتسمع المصطلحات دي لاول مره وتحس ان انت محبط او مش فاهم انجليش كويس او الكلام ده كله. فانا هنا بسهل عليك وبعرفك المعلومات دي بدري بدري عشان لما تخش الكليه ان شاء الله تبقى الدنيا سهله بالنسبه لك. والكلام ده كله هنشرحه ان شاء الله اثناء الدراسه، ومش عايزك تكون قلقان. يا ريت تبداوا تقروا الكلام ده كويس وتسجلوا المصطلحات اللي قلناها في الفيديو عشان هتسهل عليكم كتير. ولو حابين تعرفوا اكتر عن مصطلحات باقي المواد سواء في المانجمنت او الايكونومي او الماركتنج اكتبوا لي في الكومنتس وهعمل فيديو مخصوص ليها ان شاء الله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش ان بدعمكم هنكمل ونكبر سوا ان شاء الله. فما تنساش تدوس لايك وتسبسكرايب وتشير الفيديو مع اصحابك اللي داخلين الكليه عشان الكل يستفاد. بتمنى لكم كل التوفيق وشكرا لحضراتكم.